جربت روتين كامل للشعر وبسعر خطير، مكون من شامبو وحمام كريم وسيرم وكريم تصفيف. هقولك سعرهم في اخر الفيديو. مفهوش ولا سلفات ولا سيليكون ولا بارابين، ومع ذلك بينضف الشعر حلو جدا. تقولي لي طب ايه اللي هيفرقه يعني عن اي شامبو عادي تاني بينضف الشعر؟ اللي انا لاحظته يا جماعه انه مش بيخليني الغسله التانيه تبقى بدري، يعني مش بحتاج اغسل شعري بعديها على طول. وده ممتاز للناس اللي فروه راسهم دهنيه وبتحتاج انها تغسل شعرها باستمرار. ده هتحسي معاه انه بيطول المده شويه، يعني لو كنت بتغسليه كل يومين لا هيبقوا كل 3 مرات مثلا او كل 4 مرات. ده غير انه كمان بيعالج القشره. ولو انت شعرك مجهد من بروتين او من صبغه او بتستخدمي الحراره فهو هيكون ممتاز واختيار مثالي ليكي. حمام الكريم، وده ممتاز للشعر الجاف والمتدمر من الصبغه او الحراره او البروتين. بيرطب الشعر حلو جدا وبيساعد ان الشعر يتسلك وبيدي لمعه بسيطه في الشعر، وما فيهوش اي مواد مضره للشعر. حبيب قلبي، واكتر سؤال انا شبه بتسأله يوميا، ريحته تجنن، كمية بسيطة منه جدا بترطب الشعر، ممتاز كريحة، كحد بيحب ان شعره يبقى بيلمع او عنده هيشان وعايز ينيم الهيشان ومش بيمشي معاه اي سيرم يكون خفيف شوية او بيحس ان ترطيبه ضعيف. ده مش بتحتاجي منه كتير لان هو قوامه تقيل شوية، بيحمي الشعر من الحرارة، بيقلل الهيشان وبيدي لمعة خطيرة في الشعر، وبيخلي ريحة شعري كده فراولة. شايفين اللمعة اللي بيسيبها في الشعر؟ خطير. كريم التصفيف وده بزيت الارجان هيكون اختيار حلو جدا للناس اللي بتعمل شعرها كيرلي، او الناس اللي بتحب تستخدم الكريم اكتر من السيرم والزيوت، او مش بتستخدم الحراره كتير زي حالاتي. وبالنسبه لي انا بحب اعمل بيهم كومبو حلو جدا، بحط الكريم في الاول على شعري مندي وبعدها بشويه بحط السيرم. ده بيدي اللمعه اللي انتوا شايفينها وفي نفس الوقت بيديله ترطيب عميق يدوم معاكي لمده اطول. مجموعه الشعر دي من بونابيلا ب 580 جنيه بس بدلا من 1000 جنيه. هعمل لكم منشن للصفحه لو حد حابب انه يشتري او يجرب المنتجات.